مع غياث شو بالعربي مكملين بحلقتنا لليوم. ضيفتي اليسار صقر، الفنانة السورية الموجودة حاليا بأوروبا بهولندا، ومع مجموعة كبيرة من الحفلات والمواضيع الفنية اللي عم نستنطقها فيهم وحدة ورا وحدة اليوم. اليسار، جدت لك اليوم مثل ما عم نحن بنحتفل بالميلاد وأجواء رأس السنة والقصص. كيف أجواء رأس السنة عندكم بسوريا بلادية؟ شو بتذكري منها الميلاد، هي الجمعة الظريفة اللي كان دائما نقعد لمة الأهل؟ فخبريني عن الأجواء القديمة، كيف قبل ما تكوني هلا مشغولة دايما عم تكوني مطربة بالحفلات، ما عاد تكوني قادرة تحتفلي بالأجواء، وكمان مستفيدة للأجواء القديمة. قبل عن قبل أكيد كنا نجمع كلنا عائلة سوا مع بعض، القرايبين كلها، نعمل الأكلات الطيبة. هذا الشيء كتير مهم كمان. ايه مهم الرياضة بعد. لا انت بدك اياهم يسمنوا مشان يجوا يلعبوا رياضة يعني. استفيدي. تماما. هيك بنتسلى معهم بالسهرة، بعدين بصيروا يجوا لعنا على النادي بعدين. صحيح. ايه هيدي السهرة اللطيفة الظريفة. طبعا أنا كنت كل مرة أغني فيها كمان قبل ما أحترف يعني، وصير هيك أغني بالحفلات. أجواء رائعة جدا يعني. ما بعرف شو بدي خبرك، بس صراحة هلا كنا ننطر هيدا اليوم كل السنة. صحيح. والله عن جد. صحيح، للمة العيلة ولا الأسرة يعني اليوم بضل سبيسيال، يعني ما بينتسى أبدا. صح. فبتحاول تعمل كل الأشياء اللي أنت بتحبها، كل الأشياء الحلوة بهذا اليوم، كرمال يضل اليوم سبيسيال تتذكروا السنة، هيدي السنة كلها. اليوم يمكن هلا فرصة لكل اللي عم يحضرونا عم يشوفونا بكل العالم نوصل لهم هيك معايد. مين أول أشخاص بتختار على بالك ممكن تعايديهم بالميلاد رأس السنة؟ على كاميرتك يلا الأصحاب اللي عاتبوا عليكي لأنك عم تفضي وما عم تشوفيهم، الأهل، مين حدا مشتاقتي له مستفدتي له، شو بدنا نقول لهم؟ عايديهم على الكاميرا بطريقتك وبطريقة اليسار. أوكي، لكل حدا زعلان مني من كل قلبي بعيدك، وبدي أعتذر، بس والله مضغوطة جدا والوقت كتير ضيق. أول حدا بدي أعيده إني أهلي، عائلتي، بابا وماما وأخواتي وكل الناس اللي بتحبني. والناس اللي ما بتحبني معلش. يا جماعة كلهم المضغوطين والغير مضغوطين. المضغوطين وغير المضغوطين، بدي أعيد الجميع. بدي أعيد كمان ووجه شكر كتير كبير للمتابعين عندي بصفحاتي على الإنترنت بالسوشيال ميديا، وبدي أتشكرهم من كل قلبي على الدعم الحقيقي وعلى وقفتهم حدي، على المحبة والجرعة من الاستمرارية اللي عم يعطوني إياها دائما، والطاقة الإيجابية. كل الشكر لهم، وهول اللي بدي أتشكرهم. بدي أتشكر كل حدا مزوق بحياتي عم يمرق، كل حدا واقف حدي. طبعا في ناس كتير واقفة حدي، بدي أتشكرها كتير وبدي أعايدها وهيك. بس بعد عم تحكي عن السوشيال ميديا، كيف تتعاطي مع السوشيال ميديا؟ شو اكثر شيء انت فعاله؟ انستغرام، يوتيوب، تيك توك، كيف تتعاطي مع السوشيال ميديا؟ كمان اكيد توصل مضايقات، يعني مو دائما الموضوع لطيف. لا ابدا، مو كل يوم لطيف ابدا. هلا عندي صفحات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، بس اجمالا اكثر شيء متفاعله انا حسب الوقت اللي عم بيكون موجود عندي على الفيسبوك. اكثر على صفحتي على الفيسبوك اليسار صقر بالانجلش، اليسار صقر، وبالعربي كمان صفحة الشخصية. هون عم كون متفاعلة أكتر شيء، لأنه حسب ما عم لاقي وقت أقدر نزل بوستر، مرات برد يعني على الناس، كمان على التعليقات عندي. هيك بتواصل أنا مع الناس اللي بتحبني، مع الأصدقاء المحبة لإلي. والانستغرام والتيك توك ما أخذتي هدول لا طبعا في انستغرام وفي تيك توك، والحمد لله في ناس وفي محبين ومتابعين كمان قويين. كمان شو حسابك على التيك توك وحسابك على الانستغرام؟ كمان على الانستغرام ذات الشيء، مثل يعني الفيسبوك اليسار صقر، اليسار صقر بالانجليزي والعربي، وعلى التيك توك كمان. ايه. بتعملي لايفات ولا بس هيك مقاطع من حفلاتك بيكون موجود؟ هلا كنا نعمل لايفات، يعني نوقتها مثلا كل فترة نعمل لايف، بس حاليا إذا عم لاقي وقت فهو عم بيكون عندي حفلة، فصعب يعني إنك تقدر توقتهم مع بعض تعمل لايف. بس إن شاء الله بطمنهم يعني قريبا إن شاء الله بنعمل لايف. وصراحة هو عم بيكون اللايف اللي بكون عم بعمله من بعد كتير طلبات. يعني عم بتلقى كتير من الطلبات بليز، وإنه كتير طولتي، وأنا فعليا يعني جد يعني عم طول كتير بسبب شغلي. عسيرة الطلبات، أنا حدا متطلب. حدا متطلب. شفتي شو حضرت؟ شايفة شغلة هون شو هيدا؟ بس هذا كل الوقت عم فكر يعني، عم تسألني عم جاوبك عم بقول شو هيدا. حنلعب لعبة. اللعبة هي ظريفة ببرنامجي. مثل ما عليك شايفة في مجموعة من الأوراق، بدك تسحبي تختاري. أنا ما راح أسحب، اتركك أنت تسحبي وتختاري. بدك تلبي الطلب اللي موجود بالورقة. تمام اوكي. وطبعا الطلب اللي مانك قده بتخسري، بتعملي بديل، يعني ما بيروح عليكي، ما في انسحابات، في بدائل. ما في بدائل. نجرب اول ورقه، يعني نشوف. خلينا نعمل هيك. اسحبيهم كلهم.
رح اسحبهم كلهم؟ حتسحبيهم كلهم، ايه ما كل مرة طلب. اوكي. يلا شو طلع لنا؟ هاتي مش على المصداقية يا شباب. كرتون. حتغني كلمة No way. مقطع من أغاني الكرتون. كيف كانت طفولتك؟ خبريني عن الطفولة. كنتي تتابعي كرتون ولا دعايات أكتر؟ إحنا من صغار نحفظ دعايات أكتر، خاصة اللي له هيك مراء بالأغاني بالتمثيل. إيه. أنا كنت أحفظ دعايات، أنا تبع الدعايات اللي أحفظ دائما دعايات. تحفظ دعايات ولا فوازير شريهان هلا. ونيلي ولا شو؟ كيف كانت كنت عاملة؟ حافظة بس نسيت صراحة، هلا ما بعرف شو. تابع افلام كرتون ولا اغاني اكثر كنت تابع افلام ولا كرتون اكيد، مسلسلات؟ دائما اتخانق مع اخواتي على التلفزيون. على التلفزيون انه لا افلام كرتون هن ولا افلام كرتون تبع صبيان، انا بدي حكايات عالمية وبرنسيس وقصص او سندريلا إيه. واوسكار ودول القصص. شو عالق ذاكرتك من اغاني شارات الكرتون؟ هلا حرجتني قدام كل المتابعين انه والناس. شو الطفوله المشدده اللي ما لها متذكره منها. افلام كرتون شو؟ كنت شقية بمحل معين طفولتي، بس انه اتذكر اغاني. يلا عندك شوفي حسام اذا متذكر شيء كمان من افلام كرتون من طفولته. حسام يمكن نغني شيء من متذكر افلام والله. الكرتون شارات. يلا. مرات في حينا زارنا فيل ظريف بلطف قال لنا ليس هنالك ما يخيف. مرات في حينا زارنا فيل ظريف بلطف قال لنا ليس هنالك ما يخيف. نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. شفتي؟ سقفة لإلي قد التحدي يعني هي بين الطفولة مدللة غنوجة قاعدة طول الوقت على أفلام كرتون وإلى آخره. فكرك إنه بس كرتون حتغني؟ لا. يلا خايفة تقلي غني أرمني بعد شوي. ممكن يطلع لك ما هو هيك حنسحب. على فكرة مو كلهم أغاني، ممكن أقول لك عن طبخي جد؟ لنا طبخة مثلا تلاقي عم جيب لك اللي فيها برا. نشوف أوه شو. ماي جاد. مين؟ روبي؟ روبي. لا جوك وترتيبك. جوك وترتيبك صار مصداقية طلع على روبي. يا جماعة روبي بوقت من الأوقات نجمة وما زالت لهلا. إيه طبعاً. اتجهت شوي طبعاً. أكثر للتمثيل من الغنى حاملة الدفع. إذا طلب منك تصيري ممثلة بتحبي تمثلي؟ يعني هلا باعتبار فتحنا الباب عليكي من الغناء للتمثيل. كانت موجودة هاي الفكرة بصراحة، يعني لا بسبب العروض اللي انعرضت علي قبل. لما قلت بدي الفن، لا أكيد كانت المغنى يعني توجه. المغنى قبل التمثيل. بس بعدين لما صار في عروض ايه فكرت بالموضوع. بس التمثيل أكثر من المغنى بده التزام صحيح. بالمكان بالموقع. أنا ما قدرت لأنه كان عندي سفر كتير ولهون، وبصراحة ما قدرت. بس إذا هلا بيجي شيء بيناسبني، بيناسب الخط اللي أنا ماشي فيه، أكيد ليه لا. بس لانه ممثله شاطره، شفناكي بالكليبات كيف عم تفعلي إيه. والكاميرا هي فشطوره بالموضوع التمثيل. بعفوية. فمعناتها ايها المخرجين هناك ممثله قادمه. قررنا شو بدنا نغني لروبي. يلا روبي. هلا اكيد بوقت من الاوقات هلا أنت ايه كانت وقتها نجمة. كنت انا بصراحه بالمدرسه تطلع هيك تعمل اشياء كثير حلوه، يقول انا كمان بدي اصير فنان. انا بدي شو عم نغني روبي؟ طب ليه بداري كده مثلا. ايه الاغنيه الشهيره اللي انطلاقه روبي. تمام. دارك دولة ودارك دولة أنا دارك دولة أنا دا ليه حيرني واللي بيهجرني أنا ولا باجيش على باله كده. طب بيدارك دولة ودارك دولة أنا دارك دولة أنا دا ليه حيرني واللي بيهجرني أنا ولا باجيش على باله كده كده. شفتي يعني هيدا ما بقول لك الفنان الشامل الكامل المتكامل، مواهب كلها عم تطلع. سمعتي من سيطرة وهيدول الاغاني اللي هلا اخذين ترندات والى اخره. مع فكرة الترندات اللي عم تطلع وانه اوكي الجمهور فترة او المتابعين فترة بتعلق شيء بيطلعوا شيء، مثل ما انتشرت بيبي وانتشرت بعدين مسيطرة وانتشرت مع هدول بتلحقي هدول القصص؟ طبعا يعني بشوفهم مثل الكل بشوفهم. بس مفكرة انه مهضومين. شيء لازم يكون ترند الناس تحفظه وتطلع وتغنيه انه انا مفكره بشيء. هلا
ولا هي صدف هيك بتطلع هلا معك؟ هي صدف وحظ وتوفيق من عند الله، يعني انه انت ما فيك تجي تقول بدي اعمل هيدا بده يصير ترند، ما في هيك شيء. يعني انت بتعمل العمل، بتأدي كل الاشياء المطلوبه منك تشتغل كل شيء على اكمل وجه، وبتطلب من الله انه يا رب ينجح هذا العمل. صحيح. هيدا بقى بيصير شغل الله، يا بيصير ترند يا لا. مع فكره بيبي هدول اغاني حفلات، يعني هي أكيد. اصلا ما كانت معموله صح. لتطلع من استوديو او الى اخره، مثل باقي الاغاني، اغاني حفلات. فحسب الجو او ناس طبعاً. مصوره بالحفله ممكن تطلع، فمثل ما قلت حظوظ وهيك، فانت حظك يا بالحظوظ بالاختيار الموجود. هيدي اللعبة مع اني ما بخاف، بس هيدي اللعبة خوفتني. يلا ها، ما ما قلت في شيء، تطلع ما في شيء مثلا قومي بخاف. اطبخي شيء. قومي اطبخي، يعني ريت قومي اطبخي كان احسن. كان اهون. كان أهون لك. قاعدين عم نستذكر اغاني هاني شوفوا شوفوا شو طلع لها هاني هاني شاكر، ولا وتحديدا حزين. وحزين. حزين، هاني شاكر حزين. هلا انا ما قلب هيدا ستيل ابدا، انا جوي كله فرايح، وكل اللي بيجوا بيحضرونا بيعرفوا. تمام، صح يا حسام؟ هلا هو هذا تحدي لعبة التحدي، احنا فرايحي وهذا لعبة تحدي. كم لا واحد. وهو هيك وهو هيك. شو لأمير الطرب يعني معقول؟ طبعا اكيد معقول ما أكيد نقول لأمير أكيد. بس الطرب؟ انت يعني حتى أنا أمير النكد. حزين. حزين. شو؟ على الميكروفون. بلا يا ريتني قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد. قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد. يا ريتني عرفتك من زمان من زمان، يا ريتني. اليوم يمكن عن جد التواجد بالساحة الفنية متعب، مرهق، تواجد، منافسة قوية مثل ما قلنا. صار المجال مفتوح لمين ما كان، صحيح. مين ما كان قادر يمسك مايك ويطلع على المسرح. كيف بتكوني وقت تكوني هيك بمسرح وبتكون حدا عم طالع عم يغني سيء وكذا، بتجاملي، بتسايري، بتقولي خلص عادي خلي ياخذوا فرصتهم، ممكن رزقتهم، ولا لا هيك صريحة وجدية وصارمة بموضوع، باعتبار انت دارسة خريجة كونسرفتوار ودارسة، بتلاقي طريقة ظريفة هيك لدقة بتوجيه النصائح، ولا كيف تكوني؟ خبريني. بصراحة أنا ما بعرف الفضول، بحكي ديركت. بصراحة لا، بحب إنه أوكي، بحب شجع يعني، لا ما أنا بكره النقد اللاذع جدا. أوكي حسب علاقتي بهيدا الفنان، إذا هو صديق لإلي أكيد بكل محبة، بكل محبة بعطي رأيي. حتى لو إنه مثلا عندي فنانين مثلا بيكونوا عاملين عمل فني معين، بحب أعطيهم رأيي. يعني إذا هن طلبوا رأيي طبعا بحب أعطي بحب، يعني بقول إنه أوكي هيك بتصير أحلى الغنية، إنه لو أخذت هيدا اللون بيصير أحلى. فبحب الشيء الكامل متكامل يعني، زائد إنه محبتي لإلهم، فبتمنى يطلع الشيء كتير بيرفكت يعني لإلهم. على سيرة الكامل والمتكامل، احنا ما خلصنا، ما كملنا اللعبة. خليني أعدهم بعد ما لك طلعت يعني ظريف الموضوع، ممكن أعفيكي من وحدة. عندك اعفاء من وحده؟ لا عندي اعفاء من وحده، ايه معناتها بدي اعمل هيك يا حظ. لا هو اسحبي الكل، بس وحده فينا نعفيكي منه. اوكي. خيارات. شو؟ فهد بلان. فهد بلان ما فيني اعفيكي. انت مين كاتب لك على الاساس؟ شفتي؟ فهد بلان. شو حنغني لفهد بلان؟ الاغنيه الشهيره. الاغنيه الشهيره على بالي بعدك يا جبل حوران؟ لا، في اغنيه ثانيه. لركب حدك، لركب حدك كذا الموتور. فهد بلان والمايسترو حسام نجا، تحية أكيد. أليسان فقر تغني فهد بلان. حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير. ركب حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير. ولشوف الطيعم من البلون، وشاور لك يا البنية، وشاور لك يا البنية. ولركب حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير. لركب حدك يا الموتور، ركب الطيارة غير. وشوف الطيعة من البلون، وشاور لك يا البنية، شاور لك
هي من اقوال بلان. ما في مطرب عملها، كل مطرب له تيمه ولا له طريقه. على عندك تيمه معينه بالغناء بتشيل بتكرريه بتقوليه ولا لا؟ هلا والله مرات يعني بنغني اغاني، مره جاي برجع بغنيها غير يعني عرفت. كل مدى الطريقه. مثل انا لما كنت صغير كانت ماما دائما تقول لي انه بتعرفي الكبار اذا ما ام كلثوم ترب وما ترب كذا، فانه احنا صغار انه يعني ماما حرام انا اسمع ام كلثوم، تقول لي لا اسمع كيف كل مدى بتقولها شكل، صح. كل مدى بتقول المقطع بطريقه مختلفه، فحببتني بالطرب القديم والام كلثوم. هلا هيدا الفن بالموضوع، صحيح. انه الابتكار، يعني كل مره بتعمل شيء جديد ولا مره نزعت شيء. شو رايك بالابتكار تبع لعبتنا؟ نلعب هو جدا رائع كثير، هيك عملت لنا سسبنس بالحلقه. نشوف شو اخر شيء او ما قبل الاخير. لا ليه؟ لا هاتي لي عن جد لا. ليه هاتي لا هي ما بعطيك اياها. لا انا ما قلنا عندك ممكن يكون عندك ممكن عندك اعفاء. هاتي لي شو طلع لك؟ نكته والله سهله. ماني حافظه نكته ولا نكته؟ طيب شو دبرية نكته ولا لا؟ ما خطر على بالك هيك شيء نكته شيء كذا؟ يا شو معك دقيقه تفكري، خلصت الدقيقه. مع الاسف. انا اقول النكته، انا بدال انقلك النكته. ايه وحده عند دكتور الاسنان قاعده انه اف يا الله دكتور اسنان وكذا، يعني بتعرفي كلنا بناكل هم دكتور اسنان وخر وبر وهيك وكذا. فاتت عند دكتور اسنان عم تتأفأف من وقت ما فاتت، قالت له بتعرف يا دكتور يعني انا عندي احبال واولاد اسهل لي من قلع الدرس. هلا ما تعرفيكي تحددي لعارف كيف بدي احط الكرسي. نكته فوق ال 18. اكيد اليوم دائما النكته حاضره، احنا شعب ظريف بنحب النكته وبنحب الموضوع دائما مثل ما بقولوا انت مهضومه بالشله بين رفقاتك. ايه بس انا ما قدرت اقول، انت قلت نكته فوق ال 18 انا ما بقدر في أقول. نكت اطفال هنا. في نكت مهضومين. اخر ورقه Yes. قبل ما نبلش هيك نغني المدلي Yes. تبعك ونودعك. شو اليوم اخر ورقه؟ سامحتك وحده قلت انا نكته بدالك، هلا انت مزبوط. ما بقى فيكي تراجع. انا كان فيني بدال احذرك حزوره وانت كان مستحيل. حزريني شو الحزرين؟ هيفا حزريني الحزرين. لا خلينا نغني لهيفا يلا. اسهل لي. على قولة الدكتور هيفا للمصداقية. ايدل هيفا أنا كتير بحبها يعني كتير صراحة. نجمة على الساحة الفنية مع كل شيء انتقادات طبعاً. مرقت فيها بحياتها الفنية والى اخره، والناس اللي وقفت انه لا اليوم نجمة موجودة. برافو، بالنهاية هي أيقونة وظاهرة رائعة جدا وما فينا ننكر هيدا الشيء. طبعا تحاربت كثير وكثير قصص والكل بيعرف، بس بالنهاية الاستمرارية بعدها مكفية وبعدها هي هيفا. صحيح. وأنا شو بحبها حنغني جدا لهيفا؟ إذا ما حتغني صراحة أنا بتخلي بعرف حسامي كثير. غني. لا بعرف لها كثير أغاني، بس إنه أكيد ما بنغنيهم يعني بس حافظة يعني أغاني. هيفا يلا. شو بدك لهيفا؟ اختاري. انا ما دكتاتوري بالاختيارات. راجع حوش صاحبك عني، راجع صاحبك جنني، راجع قرب طمني، راجع بقوله يسيب قلبي، راجع بحوش صاحبك عني، غيظ صاحبك جنني، راجع قرب طمني، راجع بقوله يسيب قلبي، لو كنت نسيني من هينسيني شوق القلب والغداع، طب ليه بكيني ويقول لي انسيني يرميني بوسط النار، مين قال لي راح اسيبه ده انا لازم اجيب عاشق مشتاق محتار، راجع عدت للمية، راجع وانا بنت شقية، راجع صاحبك مش ليا، راجع قوله يسيب قلبي. طبعا يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عديتي الاختبار بالكل، وانا بعرف انه لما نحن بنفاجئ فنان اغنيه ما متدرب عليها والاورج معنا والجو بالصوت بالاستوديو دائما ممكن يكون ملبك مختلف. بس ما شاء بيكون الله مختلف يعني طبعا. بالكل. اليوم مثل ما قلتي النجم لازم يثبت نفسه ويقدم حاله بطريقه صح. قدمتي المدلي الاخير الكوفرات اللي كانت موجوده لإلك. انا حبيت اقفل الحلقه قبل هيك ونسمع هذا المدلي الطويل منك ومع حسام المايسترو حسام. بس قبل ما نودع ونقفل مع المدلي، وين حتكوني براس السنه؟ خبريني. هلا احنا اليوم بعيد الميلاد وعم نحتفل الميلاد، وين حتكوني موجوده براس السنه؟ وين حنسمعك ونحضرك؟ هلا براس السنة بيكون اليوم سبيسيال شوي. بتكون عم تختم سنة وتبلش سنة جديدة، فأكيد حكون بالمكان اللي كتير عزيز وغالي على قلبي، البيروت بالاس بهولندا، عنا بهنجلو هولندا.
فرح نكون موجودين هونيك بحفلة رائعة جدا، أكيد تاريخية مثل ما معودين الناس اللي بتيجي بتحضرنا دائما حفلاتنا بتكون مميزة. فرح كون متواجدة مع الفنانين سهيل فؤاد والفنان ساهر، وكل التحية لهم، كل التوفيق يا رب. بدي أوجه تحية كتير كبيرة لإدارة البيروت بالاس، ناس مذوقين جدا وسعيدة جدا بالتعامل معهم. انا كمان بدي اوجه لهم تحيه اكيد لاصحاب البيروت بالاس فردا فردا، هدول الشركاء المجموعين مع بعضهم نزاف، استقبالهم حلو. انا دائما بقول لهم لاقيني ولا تطعميني، وهن فعلا عند الثقه، وهذا المكان المميز بيهنجلوا لمكان. وانت اكيد معنا. انا معكم ايه، بتعرفي لهلا ما اتصل هي فيني عائلية، عزموني. لا ما بدها القصة، هي عائلية يعني. أهلية عائلية أهلية، ايه تماما، هي الكلمة اللي كنت عم دور عنها. ميرسي على إسعافك انت لأهلي. أهلية محلية. اذا انت عازمتيني بروح. أكيد بحطك فوق راسي. يا حبيبة قلبي، حبيب اكيد قلبي يا بتشرف رياض. المكان، اكيد بيسعدني، يخليني إياك. ونوجه تحيه اكيد لاصحاب. حنسمع بختام حلقتنا لليوم هذا الميدلي الظريف. خبريني، هو مجموعه من الكبرات، وين تصور، وين تسجل؟ الميدلي هو ايه كفر، مجموعة من ميكس من عدة أغاني. هو الكفر الأخير لإلي، بيتضمن 5 الحواس، مرسول الحب، وكان ودي نلتقي. هاي الأغاني إلها وقع هيك خاص عند الشعب صحيح. السوري، بحبوها كتير. فكان هذا العمل بيجمعني مع النجم السوري عبود الحسواني، بوجه له كل التحية. تصور هون بهولندا؟ لا، تصور بسوريا بمدينة حمص بخلال برنامج للفنان عبود الحسواني، كان اسمه شو ما طلبت من غني، بيستضيف فيه طبعا نجوم سوريين، عازفين وفنانين، ويعني كتير فنانين من سوريا. على مبدأ غني لي لغني لك. ايه بس كتير حلو حلو. البروجرام. كنت سعيدة جدا بالمشاركة، وخاصة انه كنت ضيفة الحلقة الأولى، فكنت جدا سعيدة بهالمشاركة، وبوجه تحية كتير كبيرة لأهل حمص على الاستضافة الرائعة بوقتها. تحياتنا اكيد لكل المحافظات السوريه، وحنقول لهم كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم الصحه والسلامه. حنختم بهذا الصوت الجميل وهذا الحضور المميز لاليسار صقر بميدلي ختام حلقتنا، ونقول لكم كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الصحه والسلامه. احنا حنودعكم اكيد مع اليسار من هلا، ونختم مع الميدلي الظريف. شكرا لك مايسترو حسام، كمان نورتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا يوم الجمعه القادم بحلقه راس السنه. اتشكر شبابنا اللي كانوا معنا اليوم قبل ما نختم مع الاغنيه، سامحينا شوي. اتشكر اليسار على الحضور، واكيد اتشكر مكسيم حريه بالاخراج، والمميز المخرج محمود شعبو الموجودين معنا اليوم بحلقتنا الخاصه المميزه. اليسار صقر، ختام ليله الميلاد ميرسي برياض كتير. شرق. أنا كمان بدي أشكرك على هذا اللقاء الظريف جدا، نورتي. كتير انبسطت. بشكر كل المتابعين، وبشكر المايسترو أكيد حسام اللي حيكون موجود معنا بكل حفلاتنا، وناطرينك براس السنة. ان شاء الله. ينعاد على الكل ينعاد بالخير على الكل. والصحة يا رب. يا رب يا رب. تفضلي. حواسي سائلني عنك، وقلبي فيه جرحي التجافي والتجني، جرحي ينسي كم في قلبي سنين. خمسة الحواسي سائلني عنك، وقلبي فيه جرحي التجافي والتجني، جرحي ينسي كم في قلبي سنين. سمعي ليك عني، ويحيري دمي في الشرايين، كل ما نسيت ذكرني الشم والتفكير والعين، واحساسي سمعي ليك عني، ويحيري دمي في الشرايين. حواسي سائلني عنك، وقلبي فيه جرحي
سوا يلا. قلي متى اشوفك يا كامل وصوفك، قلي متى قلي هتسمح ظروفك، انسى الدنيا من ساعة ما اشوفك. قلي متى قلي يا سيد المظالم، قلي متى قلي يا تعطف ودادي يا طيف احلامي واغلى امنياتي، يا زين بحبك اكتر من حياتي. قلي متى قلي يا سيد المظالم، قلي متى قلي يا سيد المظالم. وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف متعوب، مدام الحب إنا مفقود وانت منا بعسقيتينا، باسم المحبة باسم الأعماق بحر الأشواق، كنت أترجى تمر بينا ترجع لينا، يذوب الصمت وتتكلم أمانينا. ودي نلتقي بحياتي تشرقي، مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفي غريبة، كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي، مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفي غريبة. لا انت عارف يا الحبيب ان عالمنا غريب، الهوى قسمه ونصيب، بهذه الدنيا عجيبة. انت عارف يا الحبيب ان عالمنا غريب، الهوى قسمه ونصيب، بهذه الدنيا عجيبة. تقول اللي يقول ربنا بس بالعيون، اطلبي عمري يهون، القمر عندك أجيبة. لا تقول اللي يقول حبنا بس بالعيون، اطلبي عمري يهون، القمر عندك أجيبة. علي صار خليك إحساس وخيال وخليني صورة وجمال، نلتقي هذا محال حتى لو أني قريبة، خلاك إحساس وخيال وخليني صورة وجمال، نلتقي هذا محال حتى لو أني قريبة. لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. هذه الدنيا عجيبة، هذه الدنيا عجيبة.